السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. روتين جديد بإذن الله هيعجبكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم. صلوا عليه بنات. تعالوا بقى كده نعمل حاجة نشربها علشان نعمل شوية افكار النهاردة بإذن الله اقتصادية تعجبكم جدا جدا. اول حاجة كده انا طلعت نسكافيه اللي هو الميلك ده، قلت لكم عليه حلو قوي يا بنات، بالذات بقى لما بتحطوا له حبه لبن كده بيبقى طعمه حلو جدا. بص انا بزود كده اللبن ميه وبصبه عليه، بيبقى طعمه حلو جدا جدا، جربوه. وهو مش غالي، ب2 جنيه ونص تقريبا. وطبعا يعني كل كام يوم لما بعمله، مش على طول يعني. فحلو قوي يا بنات كده، وتحسوا فيه غني جدا بالحليب قوي. هنعمله بقى، وكمان هاخد جنبه كده تفاحية كده. مش عايزين نفطر فطار تقيل علشان ما يكبس علينا باقي اليوم. تفاحية كده مع كوباية النسكافيه كده، بقى نشرب النسكافيه كده ونقوم نشوف كل اللي ورانا. تمام. بصوا النهارده هنعمل شوية افكار اقتصادية. مش معنى ان انا بقول لكم افكار اقتصاديه يعني ان احنا بقى هنعمل حاجات بقى مثلا مش حلوه ونفضل بقى، لا خالص. النهارده هوريكم جبت ايه من التومين وعرفت استفاد بيه ازاي، وهنعمل وصفه حلوه جدا جدا غدا. يعني وصفه غدا حلوه جدا جدا يا بنات، هتعجبكم ان شاء الله. وهنعمل كمان البرجر الاقتصادي، فيتابعوا الفيديو للاخر ان شاء الله باذن الله. لو الفيديو عجبكم لايك وكومنت منكم. اول حاجه انا جبت كده التومين. جبت كده زي ما انتم شايفين زيت للقلي، لان انا ما كانش عندي اصلا. وجبت علبه الماجي، وجبت ربع شاي، وجبت 3 كيلو من السكر. بصوا علبه الماجي دي اداني في التومين ب22 جنيه، واداني الشاي ب26 جنيه، والسكر ب10 ونص، وازازه الزيت كانت ب25. وكمان بقى باقي الفلوس جبت كيسين اوكسي من ابو 10. طب انتي ده كله بال100 جنيه؟ لا طبعا. انتوا عارفين ان في ناس نزل لها اللي هي زياده ال100 جنيه، فانا كانت نازلالي، فحاولت ان انا اشوف الحاجات اللي محتاجاها وجبتها. تمام. فانتي بقى شوفي، انتي محتاج سكر اكتر هيجيبي. قلت لكم زي ما بوريكم الشهر اللي فات كنت جايبه ازازه الزيت الاصيل دي، فما كانش عندي زيت للقلي او كده كتير، فالشهر ده جبتها. وكنت جايبه اول الشهر علبه الماجي دي زي ما انتم شايفين كده، بفضيها واقطعها واحطها في البرطمان ده. لقيتها عنده ب22 جنيه، وانا شارياها في نفس يعني الرينج ده، فقلت لا هجيبها وهركنها. فانا بقول لكم يعني انت تحاولي تشوفي ايه اللي انت محتاجاه وتجيبيه. مسكت بقى الضرفه بتاعه الزيت والسكر والخل والحاجات دي كلها، مسحتها كويس جدا ونضفتها. تعالوا اقول لكم على فكره موفره حلوه جدا جدا هتعجبكم. عارفين ورق العروض ده اللي بنجيبه مثلا من كارفور، من اي هايبر ماركت انت بتجيبي منه الحاجه؟ ورق العروض دوت انا بجيبه. طبعا احنا مثلا بناخده عشان نشوف ايه العروض وكده، مش برميه خالص، بخليه بحطه فوق المفرش في الضفه بتاعه الزيت والسمنه والحاجات دي، بحيث ان انا اي نقطه زيت تنزل. انتوا عارفين الزيت بيعمل زي طبقه زيتيه كده، فالم الورقه دي واقوم رميها، بيبقى المفرش تحتيه زي الفل زي ما انتم شايفين كده. بصوا الفكره دي موفره جدا جدا وحلوه قوي يا بنات. تمام. خلصنا بقى من رص مشتريات التومين. تعالى اقول لكم برضو احنا هنعمل ايه. انتوا عارفين ان انا بعمل الطايد، بجيب الطايد ال2 كيلو وبحط عليه ال2 كيلو مسحوق العادي. جبت بقى الكيسين الاوكسي ده، وقلت هزود بقى الجردل بتاع المسحوق عشان يكمل معايا باقي الشهر زي ما انتم شايفين كده. ولو لقيته صافو يا بنات هاتوه حلو قوي قوي قوي، بيبقى في التومين كمان. يبقى انا كده من التومين قدرت ان انا اوفر في مسحوق الشهر، في الزيت، في السكر، في الماجي، في الشاي. انا الماجي والشاي دول ان شاء الله باذن الله مش هحتاجهم الشهر ده، لان انا عندي هيبقوا معايا خزين للشهر الجاي. هاجي الشهر الجاي اجيب حاجه بداله. فانتي حاولي يعني بالورقه والقلم كده وتشوفي ايه اللي عندك، ايه اللي ناقص كده. عايزه اقول لكم بقى الريحه بتاعه المسحوق ده هتغنيني عن استعمال المعطر اللي هو الدوني بتاع الغسالة. لا هقدر بقى ان انا اخد منه غطا كده على بخاخة المية، و اعمله زي معطر كده، يعني ابخه بقى على الشقة. بحب ابخ على الهدوم كده وهي منشورة. عايزة اقول لكم بيبقى اوفر وحلو جدا. دي برضو فكرة حلوة قوي. تمام يا بنات.
هنخلص بقى كده المسحوق واحطه مكانه. وكنت جايبه كيلو من الفلفل الالوان، كنت لاقيه حلو جدا كده، عربيه كانت واقفه بيبيعه ب 12 جنيه، والله ما بارك هو ماسك نفسه يعني مش وحش. بس انا كيلو عشان احطه في التلاجة ممكن يبوظ مني، حاجه تضرب حاجه تعمل، فلا. مسكت غسلته كويس جدا جدا، وبعدين هقطعه وافرزه احطه في الفريزر. عايزه اعمل شاورما، عايزه اعمل اي تعصيجه بقى، اي كبده، اي حاجه، هتطلعي منه وتستخدميه وهو متلج، مش ما تخلوش يفك. حلوه جدا جدا يا بنات، وطريقه موفره ان انتي موفره جدا جدا ان انتي هيبقى عندك في الفريزر كده خزين بقى طبعا من الفلفل كده في اي وصفه عايزه تعمليها. عايزه تعملي مكرونه نجريسكو، عايزه تعملي كبده، عايزه تعملي شكشوكه، بصي اللي انتي عايزاها توظفيه بالطريقه اللي تعجبك. غسلته كويس جدا زي ما انتم شايفين كده، وقطعته اهو. هبدأ ان انا اقطعه مكعبات، ولا كبيرة ولا صغيرة، اللي هي وسط كده. حابة تقطعي شرايح تمام. هخلص بقى باقي الكمية عشان ما اطولش عليكم الفيديو. قطعت كده زي ما انتم شايفين اهو الفلفل بتاعي، اللهم بارك. وهشيل بس على جنب كده وحديتين، بحيث ان انا يعني استعملهم اليومين دول فريش كده. بصوا مسكت جبت اهو كيسين وعملته على الكيسين كده، وهبدا ان انا احطه في الفريزر. لو احتاجت نص كيس بس هبدا ان انا اكسره كده بايدي، بيبقى سهل قوي لما بتفرديه لاين كده. تمام. طيب تعالوا بقى نعمل الغدا بتاعنا، والغدا بتاعنا قمر النهارده حلو قوي. طب ده بقى ايه؟ دي رابع فكره معانا. ايه هي الفكره الرابعه؟ نعمل غدا بربع كيلو لحمه، هيكفينا والله عايزه اقول لكم باذن الله يومين، وحاجه مغذيه جدا جدا جدا. جبت بصلتين كبار زي ما انتم شايفين كده، مقطعاهم كده صغير، وحطيت عليهم 4 فصوص من الثوم، مكعب من الزبده، ومعلقه من الزيت. وهبدا ان انا اشوحهم كويس جدا جدا كده، واقوم نازله عليهم بربع كيلو من اللحمه. ربع كيلو من اللحمه، ايوه ربع كيلو من اللحمه هيعمل لي اكله حلوه جدا جدا. هنشوف مع بعض ايه الاكله اللي احنا هنعملها. هبدا ان انا اعمل عصاج عادي جدا جدا زي ما انتم شايفين كده. طبعا احنا في العصاج العادي معظم الاوقات مش بنحط فيه توم، لكن هنحط هنا توم لان التوم في الوصفه دي اساسي جدا جدا. وانزل زي ما انتم شايفين كده برشه من الملح ورشه من الفلفل، علشان اللحمه بتاعتنا تتفتفت كده وايه، وما تتكتلش ببعضها، ولو في اي زفاره من اللحمه تروح، واللحمه تنزل الميه بتاعتها وتشربها. اعرف كده ان انا العصاج بتاعي بقى زي الفل. زي ما انتم شايفين كده ببدأ ان انا اشوحها كويس جدا، ولازم ان الحله تبقى سخنه علشان اللحمه ما تبكش ميه كتير. هتعملي ايه؟ سبانخ زي ما انا وريتكم كده. انا كنت من يومين 2 جايبه سبانخ، يعني ما كنتش هعملها، فقلت طبعا انا اجيب الخضره بتاعتها واخرطها واغسلها كويس جدا واحطها في الفريزر وهطلعها تنفعني. كنت جايبه كيلو من السبانخ وعليه ربطتين من الكزبره الخضراء، باخد بس الورق الاخضر. بص هنا كده نزلت على اللحمه بمعلقه كبيره من صلصه الطماطم المعلبه، وهبدا ان انا اقلبها كويس جدا كده زي ما انتم شايفين. قلت لكم بقى السبانخ عاملاها وحطاها في الفريزر حلوه جدا. هبدا ان انا انزل بربع معلقه من السكر عشان حموضه الطماطم او حموضه الصلصه بتاعتنا. وعندي بقى كده كيس طماطم. انا الطماطم اللي انا هحطها دي كنت ضربها عادي جدا وحطها في الخلاط وحطها في الفريزر، يعني ولا متسبكه ولا اي حاجه، طماطم عادي فريش كده ضربتها وحطيتها في الفريزر. قلت هتسهل عليا برضو لما اجي اطبخ. هسيبهم بقى على جنب بقى تتسبك كده الطماطم مع اللحمه. وتعالوا بقى نعمل شويه رز بشعريه، انما ايه بقى، عسل. حطيت كده مكعب من الزبده وعليه معلقتين من الزيت علشان الزبده ما تتحرق. وابدا ان انا اشوح الشعريه كويس جدا زي ما انتم شايفين كده لحد ما تاخد اللون الاحمر الحلو. وزي ما انتم شايفين كده هياخد 1.5 كوبايه من الرز، وده بالكوبايات المعيار الكوبايات المعياريه بتاعه المنظمات. تمام. عايزه اقول لكم ما شاء الله الكميه يعني بتزيد، كميه الرز والشعريه بيزيدوا. الاول كنا بنقول لا نعمل رز بشعريه عشان بيبقى اوفر، عشان كانت المكرونات عامه او الشعريه ارخص من الرز، لكن دلوقتي الاتنين بنفس الثمن تقريبا. فاحنا هنحاول نعادل الدنيا كده علشان او نظبط الدنيا علشان يعني نحاول ان احنا نقتصد في كل حاجه انت بتعمليها. لو في مكعب زبده واحد اقتصدتي يعني هيبقى من الوصفه دي مكعب ومن الوصفه دي مكعب وكده، هتبص تلاقي لا متبقي عندك مثلا كذا كذا مكعب. فهي دي الفكره.
مثلا هعمل كوبايتين رز، طب ما انا ممكن اعمل كوبايه ونص رز على كوبايه شعريه، يبقى انا كده وفرت من الرز. هاجي ابص الاقي الرز مكفي معايا وكده. وبقى يعني الطريقه دي خدوها في كل حاجه انتوا بتعملوها، وفروا منها حاجه بسيطه. هتبص تلاقوا الحاجه البسيطه دي بترمي معاك في الاخر بعد وقت كده كميه. الماجي معلش كانت وقعت في قلب الصلصه. انا بقى ايه، هحط كده مكعب من الماجي، وهبدا ان انا بقى ايه وطبعا وكمون وفلفل اسود وكمان كزبره. يبقى البهارات اللي حطيتها في الصلصه بتاعه السبانخ: كمون، كزبره، فلفل اسود، مكعب من الماجي. ما حبيتش احط اي بهارات كده افتكاسه، علشان انا عايزه ادوق الاكل والطبيخ بتاعنا اللي احنا متربيين عليه. هبدا ان انا بقى اقلب التسبيكه بتاعه الصلصه واللحمه المفرومه دي. وعايزه اقول لكم ان الكميه اللهم بارك، كميه الربع كيلو اللحمه، لا رمت كميه حلوه جدا مع التعصيجه بقى، مع البصل، مع الكلام الحلو ده. وكمان لسه هننزل عليه بالسبانخ. فعايزه اقول لكم ما شاء الله الاكل والله يعني كان اللهم بارك. عايزه اقول لكم احنا كفانا يومين. هنا حطيت كده مج من الميه، ولو عندك شوربه بيبقى تمام، بس بما اننا احنا بقى مش عاملين بقى النهارده لحمه واللحمه منها فيها كده، فنزلت بمج كده من الميه، وهسيبها بقى تغلي غلوتين. هنا بقى بعد ما غلت زي ما انتم شايفين كده اللهم بارك، نزلت. انا كنت مطلعه الكيسين السبانخ دول، زي ما قلت لكم الكيسين دول كيلو من السبانخ. ما شاء الله السبانخ بتبقى وهي لسه خضره، عشان هي ورقيات بتبقى كميه كبيره. بس بعد بقى لما بتتحط بقى وتشم النار كده، بتبدا ان هي بقى ايه تكش خالص في نفسها. طبعا انا حاطه عليها برضو زي ما قلت لكم اول الفيديو ربطتين من الكزبره الخضراء، واخده بس الاوراق. بصوا كنت مطلعه الكيس التاني تحسبا، يعني لو الكيس ده ما قضاش، مع اني كنت عارفه يعني، بس نزلت اهو بالكميه. لو انت تعملي اكله اليوم الواحد حطي كيس واحد بس، هتبقى حلوه يعني. هبدا ان انا بقى اسيبها مع نفسها كده لحد لما كل السبانخ تفك كده وتكش خالص، وتبدا ان هي بقى ايه تاخد لها غلوتين مع اللحمه، وتبقى زي الفل. طبعا احنا في العادي بنحط كده حوالي معلقتين من الرز مع السبانخ، فاحنا عشان حاطين اللحمه مفرومه مش هنحط رز، هنستغنى عن الخطوه دي. هنا كان اهو بسم الله السبانخ اهي كانت بقت زي الفل اهو. سبتها بقى خلاص هطفي عليها، وطلعت الطاسه دي بقى. معلش هي لونها كده عشان خاطر بقى هي قديمه طبعا، طاسه من جوازي بقى لها يعني 10 سنين. انا مخليها بس دلوقتي هي كانت تيفال، مخليها للتشويح بس كده، يعني مثلا للطشه للكلام ده كله. حطيت بقى زي ما انتم شايفين معلقه من السمنه البلدي على معلقه من الزيت كده، و راس مثلا هنقول راس توم صغيره، او 7-8 فصوص كده من الثوم، هحمرهم كويس جدا. وكزبره بقى ناشفه، تقدري تستغني عن الخطوه دي، في ناس بتحبها بس لا. بس انا قلت النهارده عايزه اعزز طعمها، وعايزه بما اني عامله اكله لها كده منها فيها، فانا عايزه اجدد لهم كده في طعمها. انا في العادي مش بعمل الطشه دي قوي. بصوا بقى يا سلام على الطشه وعلى روايحها، وقلبت بقى السبانخ وديتها في حته تانية كده. كده خلصنا بقى الاكل بتاعنا. عايزه اقول لكم الرز ما شاء الله اللهم بارك، السبانخ حلوه جدا. حطيت بقى جنبها كده شويه زيتون مخلل بس ما جاش معاكم. وهو ده كان اكلنا النهارده، اللهم لك الحمد. انا ما رضيتش اعمل لسان عصفور بصراحه، قلت يعني خليها كده ايه سبانخ بقى والرز وكده وخلاص. اكلنا بقى، وبعد ما اكلنا طبعا لمينا بقى مطبخنا وكل حاجه. وتعالوا بقى نعمل كده وصفه اقتصاديه جدا جدا جدا، والولاد كلها بيعشقوها، وهي البرجر. هنعمل برجر بالفول الصويا، هنضاعف كميته. تقدري تستغني عن الفول الصويا وتبدليه ببقسماط، تقدري يعني تستغني عنه وتبدليه كمان برغيفين من الفينو كده مبلولين، براحتك خالص. زي ما انتوا كده شايفين بقى معايا بصله، معايا كيس من بهارات الماجي، معايا البقسماط، ومعايا الفول الصويا. انا هنا بقول لكم تقدري تستخدمي ده او ده، اي بديل من ده بينفع جدا. اخدت كده كوبايتين من الفول الصويا، يعني نقعتهم في كوبايتين من الميه الدافيه، حجمهم بقى الضعيف زي ما انتم شايفين كده. همسكهم بقى صفيتهم كويس من الميه، وكمان هصفيهم اكتر وانا جايه احطهم في الكبه. معايا اهو بصلتين وسط، ومعايا كده توم بودره وبصل بودره وبابريكا مدخنه، فلفل اسود، وكيس من بهارات الماجي. هجيب الكبه بتاعتك. انا هفرم الاول البصل عشان انا مش عايزه البصل يبقى باين خالص في الوصفه دي. البصلتين الاول هديهم زي ما انتم شايفين كده فرمه كويسه جدا.
هنزل بقى عليهم بالفول الصويا، وعشان اتاكد اكتر من الميه هبدا ان انا زي ما انتم شايفين اعصره بايدي كده. بصوا طلع كميه ميه، عصرته كله، وهبدا ان انا بقى اديله ضربتين ثلاثه زي ما انتم شايفين كده بالكبه، علشان عايزه اعملها عجينه قبل ما احط اللحمه، بحيث ان الفول الصويا والبصل يدوبوا كلهم في بعض. بصوا ما شاء الله بقت عامله زي العجينه ازاي. هنزل بقى عليها زي ما انتم شايفين كده، ده نص كيلو من اللحمه. نص كيلو من اللحمه عليه كوبايتين من الفول الصويا، عليه بصلايه كبيره او بصلتين، كيس بهارات برجر، ملح وفلفل، وكمان توم باودر على بصل باودر وبابريكا مدخنه. ويا ريت ما نستغناش عن خطوه البابريكا المدخنه دي، عشان اول حاجه هتدينا لون وهتدينا طعم حلو جدا فعلا، نفس طعم اللي احنا بنجيبه من بره. اللي هيقول لي بقى مش عايز زي ما قلت لكم مثلا فول الصويا مش بيحبوا للولاد او كده، ده لو انت بتاكليه كل يوم. لكن احنا فين يعني، انت مثلا بتعملي البرجر كل فين وفين، فلما تعمليه كده والولاد مش هياكلوه على طول. ف وده برضو في الاول في الاخر زي ما قلت لكم راحه نفسيا. اللي انت عايزاه اعمليه، حابه تضعفي كميته بالبقسماط بالفينو المبلول، اي حاجه. بص اللهم بارك بقى، النص كيلو اللحمه عمل معايا اكتر من كيلو وربع. نص كيلو لحمه مفرومه، يمكن كيلو ونص كمان، ما شاء الله. بصوا الكميه. وعايزه اقول لكم بقى هنعمل البرجريه كده محترمه جدا. هبدا ان انا بقى اسيبه كده، اقلبه التقليبه واسيبه في التلاجة حوالي مثلا نص ساعه يشد مع نفسه. كل ما تسيبيه اكتر كل ما الايه، ما المكونات كلها كده بتاخد وتدي في بعضها، بتبقى ايه متماسكه اكتر. هنا كنت سبته نص ساعه بالظبط، وحضرت بقى الحاجه اللي انا اعملها. انا عندي مكبس البرجر بس حاساه كبير قوي، فجبت غطا البرطمان ده، وجبت بقى كيس كده اكياس تلاجة وفتحتها، وهبدا ان انا اعمل كوره كده بايدي. وعايزه اقول لكم بقى، بص في الاخر بصوا سمك البرجريه عامل ازاي، كبيره جدا، نضيف، عاملاه في البيت بنظافه وكل حاجه، وفي نفس الوقت انت مضاعفه الكميه بحاجات انت واثقه فيها. بص اللهم بارك، حلوه جدا وسميكه كده وما بيكشش خالص، لا حلو جدا. هجيب بقى اطباق عادي، اطباق فل بقى، وهحط عليها الاكياس برضو التلاجة فتحها كده، وهبدا ان انا انزل عليها بالايه بالبرجر. حابه ان انت تقصي الاكياس دي مربعات وتحطي ما بين كل واحده وواحده ماشي، بس انا بعمل الطريقه دي بتبقى اسهل ليا يعني. بصوا بضغطه كويس جدا كده بايدي. انا هعمل معاكم واحده واثنين وثلاثه لحد ما تشوفوا الفكره عامله ازاي. بصوا بقى ما شاء الله البرجرايه اولا كبيره، تاني حاجه ليها عمق كده حلو جدا. تقدري بقى تستخدميه في غدا، تستخدميه في فطار، في عشاء للولاد مثلا في اللانش بوكس. يعني ايه خارجه بقى خروجه عايزه تعملي كده اكلات اقتصاديه. وبما اننا الايام دي عايزين نعمل حاجات اقتصاديه كتير علشان نعدي الفتره اللي احنا فيها دي، فالبرجر ده هيرمي معاكي كميه. تاني حاجه يعني هيوفر معاكي مثلا بدل ما تروحي تشتري للاولاد كيس برجر ب70 80 جنيه مش عارفه عنه اي حاجه، لا انتي عملتيه في البيت بمكونات مضمونه وبنظافه، وانت اللي واثقه في كل مكون فيه، وانت عاملاه وطبعا باقل كتير جدا من ما هتشتروه من بره. خلصت كميه بقى البرجر بتاعتنا كده ما شاء الله. الطبق الكبير ده عملت فيه 8 قطع زي ما انتم شايفين كده، 4 و4 هما، تمام. ده الطبق الكبير. والطبق التاني ده عملت فيه 6، عدوا بقى معايا كده 8 و6 14. وكمان الطبق ده عملنا فيه 4 يعني طلعنا 18 برجرايه بالحجم اللي انتوا شايفينه ده، جامبو ما شاء الله اللهم بارك. حلو جدا 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 يا بنات. تقدري تخزنيه عندك في الفريزر، تعمليه بقى في نفس اليوم، تعمليه عشاء زي ما قلت لكم، غدا تعملي جنبيه كمان، يعني عامليه معامله كانك عندك لحوم او كفته. ممكن تطلعيه وتعملي جنبيه مكرونه وتحمريه كده او تشوحيه. بصوا استخدموه بقى الاستخدام اللي يعجبكم. هبدا ان انا اجيب البلاستيك راب كده و اغلفه كويس جدا واحطه في الفريزر. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واكيد بقى لو عجبكم ما تبخلوش عليا بلايك حلو منكم وكمان كومنت. وعايزاكم بقى تتفاعلوا شويه كده مع القناه علشان نبدا ان احنا ايه ننزل وصفات باذن الله وافكار اقتصاديه حلوه جدا جدا جدا.
بس هحطه بقى في الفريزر، وهبدأ ان انا اقفل بقى معاكم الفيديو، وانتظروني في افكار وكمان وصفات اقتصادية بإذن الله تعجبكم وتنول رضاكم. اشوفكم في فيديو جديد.